أرجعها إلى إيه؟ إن المؤمن بياخد بالأسباب لأن الله أمر بذلك. يعني لو أن الله أمر بإيه؟ بعدم الأخذ بالأسباب لإيه؟ لكنا تركناها إيه؟ وراء ظهورنا. يجب أن يطاع فيه كما يطاع في غيره مما يأمر به وينهى عنه. أما الحصول على النتائج والفوز بالرغائب فقد وكل أمرهما إلى الله تعالى إذ هو القادر على ذلك دون غيره. عايز تبدل التليفونات؟ تاخد تليفون تاني يعني؟ لا، هو التليفون سامعك بتقول البطارية خلاص يعني ما. لا، هي البطارية بتديني نظام هي وصلت 30%. عايز تكمل ولا عايز تشحن؟ فانا قلت له عايز اكمل. طب يعني تكفي ان شاء الله. طيب إذ هو القادر على ذلك دون غيره وأن ما شاء كان، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكم من عامل كادح لم يأكل ثمرة عمله وكدحه. واحنا عارفين الحديث إذا قامت القمة في يد أحدكم فسيلة طب الفسيلة دي فسيلة نخلة مش كده؟ النخلة دي بتطرح بعد قد إيه؟ 20 سنة. طب ده القيامة هتقوم، مين اللي هياكل منها بقى؟ لكن هو ده أخذ الأسباب بقى، واخد بالك؟ فكم من عامل كادح لم يأكل ثمرة عمله وكدحه وكم من زارع لم يحصد ما زرع. ومن هنا كانت نظرة المسلم إلى الأسباب أن الاعتماد عليها وحدها واعتبارها هي كل شيء في تحقيق المطلوب كفر وشرك. الاعتماد على الأسباب كفر وشرك، هو كده أشركها مع الله في العبادة، واخد بالك؟ طبعا يتبرأ منه. وأن ترك الأسباب المطلوبة لأي عمل وإهمالها وهو قادر على إعدادها وإيجادها فسق ومعصية يحرمهما ويستغفر الله تعالى منهما. يعني ما ينفعش انت تترك الأسباب وراء ظهرك، لا لازم تاخد بالأسباب، واخد بالك؟ حتى جماعة اللي هم يعني بيقولوا هذا الكلام الفاسد قيل لهم فلماذا ترفع اللقمة إلى فيك؟ سيبها هي تطلع ترتفع كده وتخش جوه بقك، واخد بالك؟ سبحان الله، دي اعلى بيان. هو بياخد جزء ويسيب جزء، واخد بالك؟ لا وابن الجوزي كان روى رواية عجيبة في أحد كتبه، يعني لا أذكر أي كتاب الآن، إن رجل ممن يزعمون التوكل وهو يتواكل وقع في بئر، خلاص، فما رضاش يستنجد بالناس لأن هذا من من ضعف الإيمان عنده. هيقول يا جماعة الحقوني، يبقى هو كده لم يتوكل على ربه، واخد بالك؟ فبيقول ففضل في البئر إلى أن جاء حيوان مفترس ربما أسد أو حاجة زي كده فأخرجه، خلاص. فهو ابن الجوزي بيرد بقى على هذا الكلام، بيقول لو صحت القصة ربما تداركه الله برحمته. هذا لا يدل على على صدق قوله، وإنما هي رحمته من الله تداركه بها لما رأى جهله، إن خلى أسد معدي راح مطلعه مثلا ما تعرفش تطلعه ازاي أو كده. والمسلم في نظرته إلى هذه الأسباب مستمد فلسفتها من روح إسلامه وتعليم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهجيب لك بقى الأدلة بقى اهو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه الطويلة العديدة لا يخوض معركة حتى يعد لها عدتها ويهيئ لها أسبابها. هو مش ده من الأخذ بالأسباب؟ طب ما يحطش خطة بقى، يخش كده وخلاص. فيختاروا حتى مكان المعركة، يعني مجرد اختيار مكان المعركة هذا من الأسباب وزمانها. فقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يشن غارة في الحر إلا بعد أن يبرد الجو عشان رحمة من الناس، ويتلطف الهواء من آخر النهار بعد أن يكون قد رسم خطته ونظم صفوفه. وإذا فرغ من كل الأسباب المادية المطلوبة لنجاح المعركة رفع يديه سائلا الله عز وجل: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الأسباب المادية والروحية، ثم يعلق أمر نجاحه على ربه وينوط فلاحه وفوزه بمشيئة مولاه. هذا مثال. ومثال آخر: فقد انتظر صلى الله عليه وسلم أمر ربه في الهجرة إلى المدينة بعد أن هاجر إليها جل أصحابه
وجاءه ايه جل دي؟ حد يعرف جل يعني ايه؟ بعض اصحابه. لا مش بعض. معظم. ايوه معظم. جل يعني معظم، ليس كل. الفرق بين جل وكل ان كل من صيغ العموم لم تترك شيئا، لكن جل يعني معظم. وجاءه الإذن من الله تعالى بالهجرة. فما هي الترتيبات التي اتخذها رسول الله عليه الصلاة والسلام لهجرته؟ إنها الترتيبات دي بقى تبين لك إنه كان بياخد الأسباب أهو. 1. إحضار رفيق من خيرة الرفقاء، ألا وهو صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ليصحبه في طريقه إلى دار هجرته. مش قال له على رسلك يا أبا بكر فإني أرجو أن يؤذن لي، اصبر هنهاجروا مع بعض أهو. يبقى اختار رفيقا أهو، هذا من الأسباب. 2. إعداد زاد السفر من طعام وشراب، كان يروح بقى وربنا يرزقه في السكة. ربطته أسماء بنت أبي بكر بنطاقية حتى لقبت بذات النطاقين، احنا عارفين القصة طبعا. 3. إعداد راحلة، الراحلة اللي هي الدابة التي يسافر عليها، وفي الغالب بتبقى ناقة يعني. إعداد راحلة ممتازة للركوب عليها في هذا السفر الشاق الطويل. إحضار خريت جغرافي، الخريت هو الماهر. باحث. إيه؟ باحث في الطريق يعني. دليل. لكن الخريت، كلمة خريت عموما ماهر في أي مجال يعني. فهذا كان دليل ماهر، دليل خريت جغرافي، عارف الطرق وعارف المسالك، عالم بمسالك الطريق ودروبها الوعرة، ليكون دليلا وهاديا في هذه الرحلة الصعبة. وكان مشركا على فكرة، كان هذا الدليل مشركا. وحتى هذه القصة مما يدل على جواز اتخاذ بعض الكفار أو المشركين للمساعدة في أمور معينة يعني، لأن ده كان مشرك بس كان أمين، مشرك كافر بس أمين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيثق فيه، ولذلك اتخذه دليلا. فاكرين اسمه عبد الله ابن أريكط. عبد الله بن أريكط. ما أسلمش. لا لم يبلغنا إسلام. 5. ولما أراد أن يخرج من بيته الذي طوقه العدو وحصره فيه حتى لا ينفلت منه، أمر صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه تمويها على العدو، من الأخذ بالأسباب برضه، لأن هيلاقوا الفراش فاضي هيروحوا يدوروا عليه بقى، مش هيستنوه للصبح، لكن فضلوا مستنينه لما يقوم يصلي الفجر. فإذا بهم علي بن أبي طالب فأسقط في أيديه، مع إنه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بين أيديهم، يعني هم واقفين على بابه، فتح الباب وخرج وأخذ حفنة من التراب ورشه على رؤوسهم، وقرأ قول الله تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون، واخد بالك؟ فألقى الله عليهم سنة من النوم فما شافوهوش، فدي معجزة، كانت معجزة، لكن مع ذلك ساب علي بن أبي طالب جوه تمويه، من الأخذ بالأسباب برضه. تمويها على العدو الذي ما برح ينتظر خروجه من المنزل ليفتك به، ثم خرج وترك العدو ينتظر قومته من فراشه الذي يتراءى لهم من خلال شقوق الباب. يبصوا من خرم الباب يلاقوا واحد نايم، يفكروا النبي صلى الله عليه وسلم. 6. لما طلبه المشركون واشتدوا وراءه يبحثون عنه وعن صاحبه أبي بكر الصديق الذي فر معه، أوى إلى غار ثور. انتوا عارفين غار ثور ده كان فين؟ ده الطريق إلى المدينة، غار ثور كده، ده مش من أخذ الأسباب. هو مهاجر المدينة يمشي إزاي؟ هيمشي كده، واخد بالك؟ لا مشي كده عشان يعمي عليهم، من أخذ الأسباب برضه، واختبأ في غار ثور، فدخل فيه ليستتر عن أعين طالبيه الناقمين الحاقدين عليه. 7. لما قال له أبو بكر لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا يا رسول الله، قال له ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. فمن خلال هذه الحادثة التي تجلت فيها حقائق الإيمان والتوكل معا يشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا ينكر الأسباب ولا يعتمد عليها في نفس الوقت، وأن آخر الأسباب للمؤمن اطراحه بين يدي الله وتفويض أمره إليه في ثقة واطمئنان. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استنفذ جميع الوسائل في طلب النجاة حتى حشر نفسه التي طلب النجاة لها في غار مظلم تسكنه العقارب والحيات، قال في ثقة المؤمن ويقين المتوكل لصاحبه لما سوره الخوف لا تحزن إن الله معنا. أتدرون من أي شيء ساور أبا بكر الخوف؟
من أي شيء سور أبا بكر الخوف؟ كان خايف من إيه؟ طبيعة الكهف جوه الجور كان فيه عقارب. كان خايف العقارب تقرصه يعني؟ مثلا كان خايف على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش على نفسه أبدا. ما كانش خايف. حتى في رواية بس ضعيفة، هي رواية ضعيفة، أنا هقولها بس للناس يعني، إن هو قال للرسول صلى الله عليه وسلم انتظر عشان يستكشف الغار، فدخل فلقى فيه ثقوب، فقال لك ممكن تدخل حية، ممكن يدخل حاجة، فسدها بقماش كده أو حاجة، سد الثقوب، فإيه اتفضل ثقبين ما لقاش حاجة يسدهم بيها، فسدهم برجليه. طب ما هو هيتقرص من رجليه، بس رواية ضعيفة أنا بقول أهو برضو عشان، فسدهم برجليه، وبعدين دعا النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فنام إيه على رجليه، على فخذ أبي بكر يعني، واخد بالك؟ خوفا على النبي، يبقى هو كان خايف إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم مش على نفسه. النبي هو فرق. أيوه تقريبا في الرواية هو برضه اتقرص. واتقرص وفضل متحمل في الرواية الضعيفة دي، وفضل متحمل عشان ما يصحيش النبي يعني، مش خايف عليه يتقرص، ده مش جاي له قلب انه يسيبه يصحى يعني، طالما نام سايبه بقى عشان يستريح يعني، لحد ما وقع الدمع. دي الروايه بتقول، بس هي روايه لا تصح. نزل الدمع من عينه على النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، واخد بالك؟ لا تحزن ان الله معنا، ما ظنك يا ابو بكر باثنين الله ثالثهما. ومن هذا الهدي النبوي والتعليم المحمدي اقتبس المسلم نظرته تلك الى الاسباب، فليس هو فيها مبتدعا ولا متنطعا. يعني بنقول لاصحاب التواكل المدعين التوكل، بنقول لهم احنا مش مبتدعين، مش احنا اللي اخترعناها، ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل مننا اهو، وانما هو ايه؟ مؤتسن ومقتدن. مؤتسن بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومقتدن به مؤتسن من التأسي. تمام. أما الاعتماد على النفس فإن المسلم لا يفهم منه ما يفهمه المحجوبون بمعاصيهم عن أنفسهم، من أنه عبارة عن قطع الصلة بالله تعالى، وأن العبد هو الخالق لأعماله والمحقق لكسبه وأرباحه بنفسه، وأنه لا دخل لله في ذلك، تعالى الله عما تصورون. كنا شفنا بعض الناس زمان أيام الصبا، واخد بالك؟ كان في ناس بقى ما بيصلوش بقى وكده، فكان يجوا ننصحوهم احنا وكده، وفي قلبهم خير برضه، لان اللي هقوله ده يدل على كده، بس كانوا مش فاهمين بقى الحكايه دي. فكان يجي يقول لك ايه؟ بص خلاص انا من يوم السبت هصلي خلاص، ويظن ان هو ايه بقوه عزيمته هيفعل. ما كانش يفعل، لانه لم يعتمد على الله، لم يرجع الى الله، لم يقل ان شاء الله. هو من نفسه مهما كان عنده من علو الهمه ما يقدرش يعمل حاجه الا بايه؟ إلا بعون الله تبارك وتعالى. فإذا ركن إلى الله عاونه، وإذا تركه تركه الله. تمام؟ وإنما المسلم إذ يقول بوجوب الاعتماد على النفس في الكسب والعمل يريد بذلك أنه لا يظهر افتقاره إلى أحد غير الله، ولا يبدي احتياجه إلى غير مولاه، فإذا أمكنه أن يقوم بنفسه على عمله فإنه لا يسنده إلى غيره، وإذا تأتى له أن يسد حاجته بنفسه فلا يطلب معونة غيره ولا مساعدة أحد سوى الله، لما في ذلك من تعلق القلب بغير الله، وهو ما لا يحبه المسلم ولا يرضاه. والمسلم في هذا هو سالك درب الصالحين، الدرب هو الطريق، وماض على سنن الصديقين، فقد كان أحدهم إذا سقط صوته من يده وهو راكب على فرسه ينزل إلى الأرض ليتناوله بنفسه ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه. هو راكب الفرس، ما هو عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على ألا يسأل الناس شيئا، فركب الفرس، الصوت اللي بيضرب بيه الفرس وقع في الأرض، فهو عشان ينزل من الفرس مشقة، فأي حد معدي لو سمحت لو إني زي ما بنعمل كلنا، لا كان ينزل كده ويجيب الصوت ويطلع تاني عشان ما يسألش إيه؟ ما يسألش ليه؟ لأنه عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء ما يقدروش يرجعوا فيه أبدا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع المسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن لا يسأل أحدا حاجته غير الله تعالى. والمسلم إذ يعيش على هذه العقيدة من التوكل على الله والاعتماد على النفس يغذي عقيدته هذه وينمي
خلقه ذاك بإراد خاطره من الوقت إلى الوقت على هذه الآيات النورانية والأحاديث النبوية التي استمد منها عقيدته واستوحى منها خلقه، وذلك كقول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. انت مهما توكلت على انسان فانه يموت، صح؟ وقوله، كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان له كلام جميل في الموضوع ده، يعني كان يسهب في شرح الموضوع ده. يعني يقول لك مثلا ايه، اذا ما قلتش ان شاء الله، يعني بتتفق على موعد مثلا ما قلتش ان شاء الله، طب انت ما قلتش ان شاء الله وخلاص هنقابلك الساعه 5 في الحته الفلانيه، اما ان ياتيك انت مانع فما تقدرش تيجي كمرض مثلا او غيره فما تقدرش تيجي، او حتى موت، واخد بالك؟ واما الطرف الاخر ما يجيش، واما تنسى او هو ينسى، اي مانع يعني، واخد بالك؟ يعني لابد ان يحدث ايه مانعا، لكن مش لابد، اقصد يعني يمكن ان يحدث مانع. لكن إذا توكلت على الله تبارك وتعالى، إذا قدمت المشيئة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إذا قلت إن شاء الله، واخد بالك؟ فقد استبرأت، فالله سبحانه وتعالى لا موانع عنده، مش كده؟ فأنت إذا توكلت عليه تماما فهو إيه؟ سيسندك ويعاونك، تمام كده؟ هذه إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ايه حسبنا الله؟ يعني نصيبنا. لا مش ناصرنا، لا. ايه؟ اللي هو التوكل بتاعنا على الله. ايوه ماشي، ما هو انتوا الاثنين قريبين، انا كلام المعنى اللغوي. ايوه ايوه، يكفينا، حسبنا يعني كافينا، يكفينا الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ان الله يحب المتوكلين. وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الغدو هو السير أول النهار، الطير بيطلعوا من أول النهار بطنها إيه؟ فاضية، خماصا، تغدو خماصا بطنها فاضية. طب ما ولا راح تشتغل ليها مرتب آخر الشهر ولا بتاع، وبترجع آخر النهار إيه؟ بطنها مليانة. وتروح، الرواح هو السير آخر النهار، العودة بقى. يبقى الغدو السير أول النهار، والرواح السير آخر النهار. يجوا بقى العصرية كده راجعين وبطنهم مليانة. من الذي أطعمهم؟ الله سبحانه وتعالى. وقوله: إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله: في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 70,000 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، واخد بالك؟ وبعض الروايات إن مع كل واحد 70,000، مع كل واحد من 70,000 70,000. إيه بقى صفاتهم دول بقى؟ هم الذين لا يسترقون. يعني إيه يسترقون؟ يطلبون الرقية من غيرهم. فأما إن رقاك غيرك فلا بأس، من غير ما تطلب أنت منه، لكن أنت ما تقولوش تعالى ارقيني، خلاص؟ طب وانا صغير كنت اقول لستي الله يرحمها ارقيني، بس انا كنت صغير. ماشي، انت كنت صغير وما كنتش تعرف، لكن احنا بنتكلم على اللي يعرف بقى، واخد بالك؟ او على الكبير. والاسترقاء ليس حراما، وانما هو يقضحه ايه في تمام التوحيد بس. يعني هو تمام التوحيد عدم الاسترقاء وعدم الايه؟ العلاج بالكي، مع ان العلاج بالكي مشروع، لكن ترك الكي والتطير اللي هو التشاؤم هذا يعني معروف انه حرام طبعا. وعلى ربهم يتوكلون يعني كانه شرح ايه اللي فات كله. احنا كنت انت طلبت قبل كده ان ايه، ان احنا يبقى كل مره يبقى في سؤال كده او بتاع. هو في بحث صغير كده بقى. في روايه في مسلم، الحديث ده مروي في البخاري ومسلم. في روايه في مسلم قال ايه؟ هم الذين لا يسترقون ولا يرقون. طب انت لما ترقي اخوك المريض فيها حاجه؟ حلو كده؟ يبقى دي مش قدح في التوحيد ولا حاجه. فهذه الروايه انفرد بها مسلم، قال ايه؟ ذكر لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم ايه؟ يتوكلون. احنا عايزين ايه؟ نمحص هذه الروايه بقى. الروايه دي موجوده في مسلم، يعني ابحث كده في مسلم هتلاقيها. زياده من الراوي. لا يرقون، لكن هي مش الحديث.
عايز مصادر يعني في الحديث. نعم. عايز مصادر؟ لا مش عايز مصادر، عايز تفسرها لي. يعني اوجد لي ما هو هنا دلوقتي فيها اشكال. مش كده؟ لا يركون. هي الاربع حاجات دول انت احنا فهمنا ان احنا ما نعملهمش. تمام. ما نعملهمش. لا يستركون، لا تطلب ركن من غيرك. دي سهله خلاص. روايه مسلم بقى زاد هو. خليك بس معايا. لا يستركون ولا يكتوون، ما تتعالجش بالكي، خليك في اي علاج تاني. ولا يتطيرون، ما تتشائمش، ما تقومش الصبح تلاقي قطه سودا ترجع تقول مش رايح النهارده، واخد بالك؟ وعلى ربهم يتوكلون. اجمال كل اللي فات ده. الاربع حاجات دول ما فيهمش اشكال، انما الاشكال في الروايه اللي فيها يركون. احنا اتفقنا ان انت لو رأيت اخوك المريض بل بالعكس تؤجر فليس قدحا في التوحيد. فاحنا فيبقى الروايه بتاعت مسلم دي فيها اشكال ولا ما فيهاش اشكال؟ لا فيها اشكال. احنا عايزين نحل الاشكال بس. وحل الاشكال ده ممكن يكون بحديث وعضده مثلا. يعني حل الاشكال ده انا عايز افتح لكم ابواب. يعني ما انت ممكن تيجي تضعف الروايه دي، تقول لي لا معلش هي روايه في مسلم بس ضعيفه، انا فهمت كده، عشان فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان كذا من العلماء، خلاص كده. وممكن تقول لي لا الروايه صحيحه لكن توجيهها مش زي ما انت فهمت، توجيهها كذا وكذا وكذا، ليها تفسير لا يتعارض مع اللي احنا قلناه، واخد بالك؟ وهكذا يعني. احاول اوفق بين توفق ما بين الروايات وهذه الروايه. هو ظاهر التعارض بس انت في تمام. اخونا محمد طبعا ما شاء الله بيكتب، لان انت بعد 5 دقايق هتنسى هذا الامر. اكتب السؤال عشان تبحثوا بقى، يبقى انت قدامك اسبوع تبحثوا. تمام. في اي اسئله؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. عرفت السؤال ايه؟ ان في روايه في مسلم ذكرت